السلام عليكم. قبل ما ندخلوا في الموضوع اليوم ما يمكنش نتجاهلوا واحد المستجد اللي كيشغل بال المغاربه كاملين في هذه الفتره، وهو ارتفاع اسعار المحروقات والمواد الاساسيه اللي خلى النقاش كيدور حول القدره الشرائيه والاستقرار الاقتصادي. هذا النقاش كيبين ان المرحله الحاليه كتطلب الحكمه والهدوء والتفكير الحكيم والبحث عن حلول عمليه كتضمن التوازن الاقتصادي. الموضوع ديالنا اليوم غادي يكون نظرة للمستقبل، تحديدا مستقبل مدينة أكادير، المدينة اللي كتعيش تحولات كبيرة في البنية التحتية والاستثمار. السؤال اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليه هو كيفاش غادي تولي أكادير من هنا ل 2030؟ واش غادي تحول قطب اقتصادي وسياحي قوي ولا مازال طريق طويل؟ فكيف ما كنعرفوا جميع ان مدينة أكادير عرفت خلال السنوات الأخيرة واحد من أكبر برامج التنمية الحضرية في المغرب، هو لو بروغرام دو ديفلوبمون اوربان داكادير 2020-2024. هذا البرنامج ما كانش مجرد إصلاح للطرقات أو تزيين المدينة، وإنما كان رؤية شاملة لإعادة هيكلة الفضاء الحضري وتحسين جودة العيش وجذب الاستثمارات. فعلا تم إنجاز مشاريع كبيرة، أما تهيئة الطرق الرئيسية، إعادة تأهيل الساحات العمومية، والبناء ديال مرافق رياضية وثقافية، وكذلك تحسين جمالية المدينة بشكل عام. هذه التحولات خلت أكادير تولي اليوم أكثر تنظيما وحداثة مقارنة مع السنوات الفائتة، وفتحت الباب أمام فرص استثمارية جديدة. الفكرة الأساسية من هذا البرنامج كانت واضحة: مدينة حديثة، بنية تحتية قوية، قادرة أنها تستقطب المستثمرين وتخلق فرص الشغل. أكيد من بين التحديات الكبرى اللي كانت كتعرفها المدينة والجهة بصفة عامة هي شح المياه، خاصة مع توالي سنوات الجفاف. لهذا الغرض تم إطلاق مشروع استراتيجي مهم كيتمثل في إنشاء اون ستاسيون دو ديسالمون اللي كتعتبر من أكبر مشاريع تحلية مياه البحر في إفريقيا. هذا المشروع ماشي غير تقنية جديدة، وإنما هو ضمانة لاستمرار الفلاحة والصناعة والحياة اليومية في المنطقة. الفلاحة في جهة سوس مسا كتعتبر من الأعمدة الأساسية للاقتصاد المحلي، وتوفير الماء كيعني استثمار الإنتاج، واستثمار الإنتاج كيعني كذلك استقرار النشاط الاقتصادي. بمعنى آخر، مستقبل المدينة مرتبط بشكل مباشر بقدرتها على تأمين الموارد المائية. كذلك عندنا القطاع السياحي. السياحة كانت وما زالت من أهم القطاعات اللي كتغذي اقتصاد المدينة. موقع أكادير على الساحل الأطلسي ومناخها المعتدل على طول السنة والبنية السياحية ديالها خلاوها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المغرب. وفي هذا الإطار تم إطلاق مشروع تأهيل مطار المسيرة اللي كيشكل بوابة رئيسية لاستقبال السياح من مختلف دول العالم، لأنه كل ما تحسن النقل الجوي وتعددات الرحلات وزاد عدد السياح، زاد فرص الشغل في الفنادق والمطاعم والخدمات. هذا القطاع عنده قدرة كبيرة على تحريك الاقتصاد المحلي بسرعة، لكن باش تحقق المدينة تنمية حقيقية ومستدامة خاصها تعتمد على تنوع اقتصادي، ماشي على قطاع واحد فقط. أكادير اليوم كتسعى لتعزيز الاستثمار في مجالات متعددة بحال الصناعة الغذائية، تحويل المنتجات البحرية والخدمات اللوجستية. هذا التوجه كيهدف لخلق اقتصاد أكثر قوة واستقرار، قادر أنه يواجه الأزمات والتقلبات. الاستثمار في الصناعة كيعني خلق قيمة مضافة محليا وتوفير فرص عمل للشباب وتقوية القدرة التنافسية للمدينة. مع تطور المناطق الصناعية وتحسن البنية التحتية تزداد جاذبية أكادير للمستثمرين الوطنيين والأجانب. وطبعا البنية التحتية للنقل كتعتبر من أهم العناصر اللي كتحدد نجاح أي مدينة. الطرق الجيدة، الممرات الحديثة، والنقل الفعال، كلها عوامل كتسهل حركة السلع والأشخاص وكتقلل من تكاليف الإنتاج والتوزيع. خلال السنوات الأخيرة عرفت أكادير توسع مهم في شبكة الطرق وتحسن ملحوظ في تنظيم الحركة داخل المدينة. هذا التطوير كينعكس على النشاط الاقتصادي. المستثمر كيبحث دائما على مدينة سهلة الوصول، مجهزة بالبنية التحتية اللازمة وقادرة أنها تدعم نمو المشاريع. لكن مع هذه الإيجابيات اللي ذكرنا كلها كاينة تحديات. رغم كل هذه المشاريع والتطورات مازال كاينين تحديات حقيقية خاص المدينة تواجهها. من بين أهمها الضغط على الموارد الطبيعية خاصة الماء
وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، بالإضافة للمنافسة مع مدن أخرى في المغرب اللي كتسعى بدورها لجذب الاستثمارات والسياح. هذه التحديات كتفرض على المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين الاستثمار في التخطيط والعمل، لأن التنمية ماشي حدث مؤقت، وإنما هو مسار طويل كيحتاج رؤية واضحة واستمرارية. بالتالي مستقبل مدينة أكادير من هنا ل 2030 كيحمل فرص كبيرة بفضل المشاريع التنموية والاستثمارات اللي عرفتها خلال السنوات الأخيرة. المدينة اليوم واقفة على أعتاب مرحلة جديدة، مرحلة يمكن تخليها أكثر قوة وتنافسية على المستوى الوطني والدولي. لكن النجاح الحقيقي ما كيتحققش فقط بالمشاريع، وإنما بحسن التدبير والاستثمار في العنصر البشري والاستثمار في الإصلاح والتطوير. والسؤال اللي كيبقى مطروح هو: واش غادي تنجح مدينة أكادير في استغلال هذه الفرص وتحول لقطب اقتصادي قوي بحلول 2030؟ شكرا لكم على المشاهدة. ما تنسوش أنكم ديروا لايك اشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد.